يا الله. طبعا تجاوز المستشيخ الصغير جلال الصغير على عبد الزهرة. طبعا هو مو محبة بعبد الزهرة، بس هو استهزاء واستهانة بعبد الزهرة. طالعين بعد رعبهم من كمية المقاطعة وحجم المقاطعة، طلع الصغير جلال الصغير كل 3 سنوات كل 4 سنوات يبين مرة يبث انه هاي السموم هو وغيره وامثاله، السموم بين العراقيين. يقول اللي يقعدون ببيوتهم وما يطلعون للانتخاب وما ينتخبونه يردون عبد الزهرة يرجع يشتغل عند عمر على حد وصفه، بينما لا فد يوم عمر استعبد عبد الزهرة ولا عبد الزهرة حقد على عمر بالعراق. هاي انتو جبتوها وياكم، انتم شيعة بريمر ما لكم علاقة بعلي بن ابي طالب نهائيا. هذا الفكر جبتوه من بريمر، وانتم شيعة بريمر ما لكم علاقة بالتشيع العراقي العلوي الأصيل. فطلعوا انتخبونه لا عبد الزهرة يرجع يشتغل عند عمر. عوف لي عمر شوي على صفحة، تعال على عبد الزهرة. انت ايش خليت بعبد الزهرة؟ عبد الزهرة هسه ما عنده زرع بالجنوب والوسط، مات الزرع لين ما ماكو. احكوا ويا اسيادكم بدول الجوار قولوا لهم عبد الزهرة مات يفتحوا لنا المي. على الاقل عبد الزهرة رغم الظلم اللي كان بيه، عبد الزهرة كان عنده مي يصيد له سمكة، يزرع له رقية، يزرع له بطيخة. عبد الزهرة كان يروح للمستوصف يلقى دواء. عبد الزهرة كان يشكوه. هسه عبد الزهرة من يشكي؟ هسه عبد الزهرة تخطفون ابنه بالمظاهرات، تغيبونه ما يعرف مصيره وين، حتى الجثة ما تطوها، وانهم ترجعون على عبد الزهرة اذا طالبوا بانه تقتلونه وتيتمون الاحفاد. هذا عبد الزهرة اليوم. احكي لي اليوم عبد الزهرة اليوم، احكي لي، لا تحكي لي عبد الزهرة شنو كان وعمر شنو كان. تعال احكي لي عبد الزهرة. عمر قبل ما حد كان سامع صوته، عمر هسه سمعنا صوته قام يصرخ من الدريل ومن التعذيب ومن القتل. عبد الزهرة كان قبل ما يخرب، ما يسوي ميليشيات، ما يختال، ما يروح يسوي ولاء للخارجين، كان يصيد سمكة ويزرع بقاعه. انتو اللي جيتوا ويا بريمر وجيتونا من الجارة، وجيتوا جبتوا لنا هاي السوالف مال عمر وعبد الزهرة، وتفرقون بين العراقيين اللي قاعدين بوظيفة وحدة وبمدرسة وحدة ويلعبون فريق واحد.